كتير خارجه بتربط ما بين الخطا اللي حصل في مباراه ليفربول وتوتنهام وبين الاخطاء اللي بتحصل في الدوري المصري، وبيخرج وبيقول لك بكل بساطه انه الكل بيغلط وان الحكام كلهم بيغلطوا وان احنا كبشر عادي كلنا بنغلط. انا ما عنديش مشكله على فكره ان احنا كلنا كبشر بنغلط، بس في نقطه صغيره حابب ان انا افهمها لك. في فرق ان انت تكون بتغلط وبتعترف بغلطك وان انت تكون بجح. احنا بجح. يعني تعالى شوف مثلا اتحاد الكره الانجليزي بعت اعتذار لنادي ليفربول وخرج اعترف باخطاء التحكيم او الاخطاء اللي حصلت في المباراه. اداره الحكام نفسها او لجنه الحكام نفسها في الدوري الانجليزي برضه اعترفت وبعتت اعتذار لليفربول، وكمان ليفربول ما عجبوش ورفض كل الاعتذارات دي وقال لك انا مش قابل اي اعتذار. تعالى بص عندنا مثلا في الدوري المصري الحاج عامر حسين خرج واتكلم بكل بساطه وكل استهتار وقال لك مباراه نادي الزمالك مش هتتعاد لان الحكم ما اعترفش بخطأه، وقال لك كمان حتى لو لجنه الحكام شايفه ان الحكم مخطئ هتعمل معاه جلسه وهتطلع عقوبات، وحتى العقوبات دي مش هيتم الاعلان عنها والاعلان عنها ممنوع. يعني لا هيعيد المباراه ولا هيعتذر ولا هيعلن لك اصلا عقوبه الحكام. لكن حضرتك الدوري الانجليزي اللي انت عايز تقارن نفسك بيه وتقول ان انا بغلط زيه، لا حضرتك الاتحاد اعتذر، لجنه الحكام اعتذرت، وكمان اعلنوا كل العقوبات اللي تمت على كل الحكام سواء حكم الساحه او حكام الفار. فما تقارنش نفسك بحد وانت بجح. هو بيغلط لكنه بيعترف بخطأ، لكن انت بتغلط وبجح.